انت مش مضطر على فكرة. مين قالك انك مضطر؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في حلقة جديدة من البودكاست بتاعنا وصال. النهاردة عايزة اتكلم معاكم في موضوع ممكن يكون حساس للبعض شوية، وممكن يكون في عين البعض مش على قدر الأهمية اللي أنا عايزة أكلمكم فيها. قبل ما أبدأ الحلقة النهاردة عايزة أسألكم سؤال مهم قوي. ليه قابلين على نفسنا ان احنا نعيش مضطرين؟ اصلا ليه الاضطرار؟ ليه احيانا بنعيش حياتنا وكأننا محاصرين ودايما نقنع نفسنا ان احنا مضطرين؟ هل فعلا احنا مضطرين ولا دي كدبنا على نفسنا علشان نسير اوضاع مش عارفين نخرج منها بمزاجنا؟ طب يعني ايه اصلا مضطر؟ المضطر ده ان انا اعمل حاجة وانا مش عايزها او مش راضي بيها او مش قابل بيها، واقول معلش اصل ده غصب عني، اصله اتفرض عليا، اصل انا مش عارف اختار حاجة غيرها، اصل انا مفيش قدامي اختيارات، وان قراراتي مش بايدي، وان حياتي مش بايديا برضو يا عيني. تعيش في علاقة بتهدمك، شغل بيستنزفك، قرارات عكس ما انت عايز بتاتا. الخطير في الموضوع ان الشعور ده بيسلبك اهم حاجة، وهي الاحساس بانك ليك قيمة، انك حر، انك تقدر تقرر اللي انت عايزه وترفض اللي انت مش عايزه. طب هل فعلا احنا مضطرين؟ او امتى بنكون مضطرين؟ الاضطرار الحقيقي ده بيحصل في مواقف قليلة جدا، زي انك مثلا تحمي نفسك او حد بنحبه من خطر، انك في حرب، انك في خناقة، انك في مواقف ما تقدرش تعمل فيها غير القرار ده. مفيش قدامك اي خيارات تانية، مش موجود فعلا. لو حد مكانك كان في الموضوع مش هيعرف يختار غير اللي انت اخترته في نفس الموقف. لكن مادام في خيارات كتير يبقى لازم تشيل نفسك من دور المضطر ده. اغلب المواقف اللي بنقول على نفسنا فيها ان احنا مضطرين بنكون خايفين. دي مشاعر خوف مش اضطرار. خوف انك تخسر حد، خوف انك تغير طريقة حياة مثلا، خوف من المستقبل والمجهول. طيب لو سألتكوا كده، هل في فرق بين الاختيار والاضطرار؟ اوقات كتير بنعيش حياة مش عايزينها، مش عاجبانا، وبنقنع نفسنا ان ده اختيارنا او ان احنا مضطرين، لكن في الحقيقة ده اختيار. انا اخترت الحياة دي. يعني مثلا واحد بيشتغل شغلانة مش عايزها او مش بيحبها، ودايما بيقنع نفسه ان انا اخترت الشغلانة دي علشان مضطر، لان عندي التزامات واجبات ومصاريف. الحقيقة هو كذاب. هو اختار شعور الأمان بالوظيفة عن المغامرة بأنه يعمل حاجة هو بيحبها أو بيشتغل شغلانة هو بيحبها ويدور. حد مكمل في علاقة مش مريحة، هو بيقول أنه مضطر. لو ست بتقول مضطر عشان الولاد، علشان ما عنديش عائل، عشان ما عنديش حد يصرف عليا. ولو راجل يقول أنا مضطر عشان الولاد ما يتبهدلوش من بعدي. كل دي، معظمها مش كلها، لأن في العلاقات الإنسانية أنا دايما بقول إن مفيش قاعدة ثابتة في العلاقات الإنسانية، ولكن في حالة، في طريقة معيشة، في وضع فرض علينا. بس في الأغلب لو أنا عايش مع حد مش مريحني، في علاقة مش مريحاني، بكل سهولة أقدر أغيرها، بكل سهولة أقدر أتحرر من العلاقة دي. لكن أنا اخترت الطريق الأسهل، هو أن أفضل ألعن كل يوم حياتي أول ما أصحى لحد ما أنام مع شخص أنا مش متقبله، مع طريقة حياة مش مناسباني. وبكده بقى أنا وجهة نظري إن أنا صح؟ أكيد طبعا لأ. عمرك أو عمرك ما هتكونوا صح وانتوا مش عارفين تستمتعوا بحياتكم، وانتوا محاصرين نفسكم في قالب وبتقولوا هي دي حياتنا اللي احنا اخترناها، أو بالأحرى هي دي حياتنا اللي اتفرضت علينا. طيب لو أنا عايزة أساعد نفسي إن أتحرر من دور المضطر ده، أعمل إيه؟ أول حاجة، ومهمة قوي قوي النقطة دي، أنا لازم أقنع نفسي وأعرف وأعترف إن أنا بختار، أنا مش مضطرة، أنا في إيدي الخيار. ده هيسهل عليا حاجات كتيرة. أول حاجة هيخليني أفكر في طريقة حياتي دي على إني أنا المسيطر، لله الأمر طبعا من قبل ومن بعد، ولكن أنا هقنع عقلي أنا في إيديا الخيار والقرار إن أنا أختار الحياة اللي أنا عايزة. ده هيسهل عليا كتير قوي من حدة الموقف، ده هيبسط الأمور عندي وهيخليني أشوفها بصورة أقل. أحيانا لما بنقنع نفسنا إن هو ده الخيار وهي دي الحياة بتاعتنا، ما بنعرفش نتحرر، ما بنعرفش نشوف حاجة غير الشكل ده أو الحيز ده. تخيل كده لو أنت قاعد وتقدم لك طبق أكل، حاجة مش بتحبيها، مثلا لو مثلا اتقدم لك رز
وانت قلتي انا مفيش قدامي غير ان انا اكل طبق الرز ده، مفيش غيره، هل هيجي في دماغك انك تقومي وتبصي في التلاجة وتدوري علشان تشوفي الاكل اللي بتحبيه او الاكل المختلف عن الطبق اللي اتقدم لك ده، ولا هتاكليه وانت ساكته علشان خلاص مفيش قدامي غيره؟ اكيد احساسنا ان احنا عايزين نكون مطمنين، او ان احنا خلاص انا ما عنديش اصلا قدره ان انا اقوم وادور واشوف انا ايه اللي عندي جوه في حياتي دي كلها، مش التلاجة بس، في حياتي كلها، هيضطرني ان انا ارضى بالمتاح واللي اتقدم لي من غير اي جهد في ان انا ادور او ابذل جهد علشان اتحرر من الدور الغريب بتاع الاضطرار اللي انا حطيت نفسي فيه ده. حاولوا تسألوا نفسكم سؤال مهم قوي، يا ترى ايه البدايل اللي في حياتي اللي ممكن استبدلها بالوضع اللي انا فيه ده، بالشخص اللي موجود ده، بالحياة اللي مش عاجباني ده، بالشغل اللي مش راضيني، بأي حاجة انا مش مرتاح فيها، ايه البديل؟ حطي لنفسك خطط، حطي لنفسك سيناريوهات. طب ده لو ما نفعش ده هينفع، طب ده كمان لو ما نفعش ايه اللي ينفع، طب انا ايه اللي يتناسب معايا. ابداوا رتبوا نفسكم وحياتكم من اول وجديد. هاتوا ورقه وقلم، اكتبوا الحاجات اللي انتوا كنتوا راسمينها لحياتكم، اكتبوا احلامكم، اهدافكم، املكم، احتياجاتكم، مشاعركم، كل الحاجات دي اكتبوها وشوفوا انتوا محتاجين ايه اللي انتوا محتاجينه، ايه اللي انتوا عايزينه، ايه اللي انتوا بتدوروا عليه. علشان اكون حد قادر ياخد قرار لازم قبل ما اقول حاضر او نعم اتعلم اقول لا. لو اي حاجه فرضت عليا قلت لها حاضر، عمري ما هقول لا في يوم من الايام، عمري ما هعرف اصلا انا عايز ايه، انا عمري ما هدخل في اي حوار ولا صراع ولا اختيار ولا اي حاجه في امكانيه فيها ان انا اقول لا انا عايزه اقول على طول ونعم على طول، علشان انا مفيش قدامي حل، مفيش قدامي اي خيار غير ان اقول نعم، وده غلط. لامتى هنفضل نقول نعم؟ لامتى هنفضل نقول حاضر؟ لامتى هنفضل نرضى باللي يتحط لنا من غير ما نقول لا مش مناسبنا، مش عايزينه، مش مرتاحين ليه؟ في ناس بتفتكر انها لما ترفض اي وضع هي اتحطت فيه انها كده بتتبطر عن نعمة. النعم كتير واللي عايزينها اكتر، مش معنى ان انا رفضتها او مش مناسبة ليا ان انا مثلا اكون ما استحقهاش، ما يمكن استحق احسن منها، ما يمكن ربنا شايل لي الاحسن والاحسن والاعلى والاقيم، الحاجة اللي تريحني وتعليني وترضيني. ليه حاطين نفسنا في زاوية ان احنا مش هنعرف ناخد حاجة احنا عايزينها؟ طول ما انتوا حاطين في دماغكم ان انتوا مش هتعرفوا تاخدوا اي حاجة انتوا عايزينها، عمركم هتاخدوا حاجة انتوا عايزينها ابدا. وده لو ما كانش ظن بالله ان ربنا سبحان الله يعني هيرزقنا، فده هيكون قلة حيلة منكم. شخص قليل الحيلة مش قادر يحط لحياته سيناريو ويحاول ينفذه بإذن الله ومعيته وبالسعي، والسعي ده جزء منه كبير قوي في الرفض. مش لازم دايما السعي يكون بان انا بحاول اجيب حاجة، بحاول اوفر حاجة، بسعى لحاجة، لا، انا ممكن اكون علشان اصلا اوصل لحاجة انا عايزها جزء من السعي رفض حاجات انا مش عايزها. ليه ما جاش في دماغكم مرة تفكروا برا الصندوق؟ راجل موظف بيصحى من الصبح الساعة 6 الصبح، ينزل شغله، يركب الباص او الميكروباص او ايا كان، وينزل يا عيني يشقى على رزقه، ويرجع اخر النهار يا دوبك ياكل، يتفرج على التلفزيون شوية وينام. حياة نمطية فيها بعض الامان وفيها رضا الحمد لله رب العالمين. ولكن احنا علشان نفكر برا صندوق، لو قلنا ان الراجل ده حاول يفكر، لو هنجيب المثال على شغل مثلا، حاول يفكر برا صندوق، قال طب ليه انا ما اعملش مشروع مثلا، احوش لي كام جنيه، ولو عندي حاجة مثلا ابيعها، او عندي قرض حسن اقترضه، او عندي حد استلف منه يكون امين ومأمني، وابدأ في مشروع واحاول اجازف، بدل ما انا بصحى الساعة 6 الصبح اصحى 8 9 انزل شغلي، بدل ما ارجع على العصر ارجع على العشاء مفيش مشكلة، بس اديني جازفت في مصدر دخل زيادة، في مجازفة، في حياة جديدة. انا ممكن المثال ما يظبطش مع الناس تانية كتير، بس هجيبها لكم في العلاقات. ليه شخص في علاقة هو مش مرتاح فيها مع حد، سواء ست او راجل، حاسس ان انا مش مرتاح بس راضي، هو ده المتاح ليا دلوقتي من وجهة نظره. انا متاح ليا الشخص ده اهو ممشي الدنيا، بس مفيش طموحات مع بعض، مفيش تفاهم، مفيش حب، مفيش شغف، مفيش احلام. طب هو انا لو سبت الشخص ده ايه اللي هيحصل؟
هو اللي رزقني الشخص ده مش هيرزقني تاني؟ هل انا كده علشان قدرت نفسي ان انا ما استاهلش العلاقه المتدنيه دي، استاهل علاقه احسن؟ ربنا هيعذبني مثلا او هيجازيني او هيمنع عني رزقه؟ اكيد لا. بصوا، انا دايما مقتنعه جدا بايه انا بحبها قوي: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ما دام بتتقي الله يبقى لازم ربنا يجعل لك مخرج. هيجعل لك مخرج من افكارك، من اي مخاوف عندك، من اي حاجه تحس انك ممكن تفشل منها، ربنا هيكون معاك. بس اهم حاجه شرط التقوى. وخليني زي ما انا متعوده معاكم دايما اسرد لكم قصص واقعيه علشان اكلل بيها الحلقه، وعلشان اديكوا امل برضو، لان دي حاجات فعلا حصلت لناس اعرفها. كان في سين من الناس اعرفها كانت مخطوبه، وكانت المفروض انها تتزوج، وكانت مسؤوليه كامله عن احتياجاتها وعن زي ما بيقولوا كده الجهاز بتاعها ومشترياتها والحاجات دي. فكانت بتشتغل شغلانه هي كانتش مرتاحه فيها، كانت بتستنزف وكانت تعبانه جدا، وكانت صحتها فعلا رايحه على الارض، لدرجة ان انا مرة شفتها لقيت تحت عينيها بدأ يسود، خست جدا جدا بطريقة صعبة قوي، بدأت تمشي حتى كده انا حاسة انا بقيت هزيلة. يا بنتي انت بتعملي في نفسك كده ليه؟ تقولي عشان انا ورايا اقساط ورايا التزامات وحاجات. ففي مرة قعدت معاها وقلت لها طيب يا فلانة، اقساطك وحاجاتك دي علشان برضه نفكر بالعقل ممكن تخلص امتى؟ قالت لي على كمان 2-3. قلت لها طب ايه رأيك ان احنا لمدة 2-3 دول ان احنا هنفضل في شغلنا عشان نضمن الراتب الثابت اللي احنا محتاجينه، بس في الوقت ده هندور على شغل تاني. قلت لي لا ازاي، انا مش هلاقي حد او شغلانه تبقى بنفس السالري ده. وهو كان بالمناسبه على فكره سالري، مش ما كانش مرتب عادي زي اللي ما احنا مثلا بنشتغل شغلانات حكوميه، لا كان مرتب كويس، ولكن كانت هي تعبانه فيه جدا. فكانت دايما النغمه بتاعتها انا مضطره علشان الراتب. فقلت لها يا بنتي انت بتستنزفي نفسك وما ينفعش. قعدت خلال 3 شهور دي كانت بتدور فعلا بجدية، مرة تلاقي ومرة ما تلاقيش، مرة تعمل انترفيو ومرة ما تقبلش، لحد آخر يوم في الشهر الثالث اللي كنا المفروض متفقين دي المهلة. وفعلا بفضل الله هي كانت سددت كل التزاماتها، وجت عند آخر يوم تقريبا في الشهر أو في آخر شهر اتفقنا فيه، قررت خلاص انا مش قادره، انا خلاص استنزفت كل طاقتي وكل صحتي، انا هسيب الشغل خلاص مش قادره. قلت لها طيب تمام. سبحان الله ما كملش اسبوع بفضل الله لقيت شغل كويس جدا في مكان كويس جدا بسالري تقريبا يعني اكتر من السالري بتاعها بمبلغ كويس. مع العلم بقى الراحه النفسيه اللي كانت شايفاها، مكتب خاص بيها، تكييف في المكتب، قاعدة كويسة جدا، احترام، مفيش استنزاف، شغل محدد ما بتعملش غيره، بقت تروح بدري وتصحى بدري، تنام براحتها، عندها وقت لاصحابها، عندها وقت لخطيبها، عندها وقت انها تخلص شغلها. هي ما كانتش مقدرة شغلها، ما كانتش مقدرة نفسها صح، وما كانتش مقدرة عطائها صح، ما كانتش مقدرة حاجة صح. فالفكرة هنا المساحة اللي هتقعدوا مع نفسكم تفكروا فيها، احنا ايه اللي نقدر نقدمه في المكان اللي احنا فيه وهناخد قدامه ايه. دي مهمة جدا. ناس كتير بتضيع عمرها في اماكن غلط، مع اشخاص غلط، في قصص غلط. فانتوا ليه تعملوا في نفسكم كده؟ ودايما هكررها لكم، انتوا مش مضطرين تعملوا حاجة مش مريحاكم، انتوا مش مضطرين ان انتوا تعيشوا حياة مش بسطاكم، انتوا مش مضطرين تكملوا مع ناس مش مرتاحين ولا متفاهمين معاهم. دوروا دايما على اللي يفهمكم، دوروا دايما على اللي يريحكم، دوروا دايما على اللي يقدمكم، يخليكم قدام، يكون دافع ليكم، داعم ليكم. ما ترضوش بانكم تكونوا قليلين، ولا ترضوا بانصاف الحلول، ولا ترضوا بناس تقلل منكم. يا رب تكون الحلقه النهارده عجبتكم، وان شاء الله لحد لما الاقيكم كده وتلاقوني الحلقه الجايه زي ما متعوده معاكم. نزلوا الكومنتات اللي انتوا عايزينها، اكتبوا فيها اللي انتوا عايزينه، والاسئله اللي انتوا عايزينها، استفسارات، سواء هنا او على باقي المواقع. اتبسطت معاكم في الحلقه النهارده. انا رنا السمان، استشاري اسري وتربوي، وده بودكاست وصال. سلام عليكم.